يا مساء الفل والياسمين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم نورة من قناة يوميات وأكلات نورة. إن شاء الله النهاردة مع بعض كده فيديو جديد. طبعا احنا داخل علينا شهر رمضان الكريم، كل سنة وانتم طيبين. وقلت كده اما ادلع عليهم بقى واعمل لهم شوية فطير كده آه، قبل رمضان وكده عشان ما يبقاش تقيل في الصيام وكده. فقلت ايه ندلع عليهم، الناس بتعمل فسيخ ورنجة وكده، واحنا عشان احنا هنا مش بناكل الفسيخ ولا الكلام ده، فقلت نعمل فطير. وطبعا انا عجنته، بس ايه ما صورتش وانا بعجن، وهو العجين بتاعه سهل. مية وملح ودقيق. غير كده هو ما بيتعجن، ما بيتحطلوش خميرة ولا حاجة. وطبعا ان شاء الله هنعمل مع بعض 4 فطاير. انا بقى بحب اعمله رقاق او وحدات زي ما انتم شايفين كده. فسيحت سمنة بلدي على سمنة من اللي هي العادية، على شوية زيت عشان يورقوه كده. وعملت واحدة كبيرة اللي انتم شايفيني بخبزها دي، بحط شوية طبعا سمنة على الرخامة، وبدهن الصاج بالسمنة وكده. وبعمل واحدة كبيرة و29 واحدة صغيرين. الصاج طبعا كبير. الأم الكبيرة دي بحطها تحت في الأرضية، وال29 واحدة الباقيين بخبزهم كده زي ما انتم شايفين بالسمنة. بفردهم بإيدي كده. طبعا العجين كنت عجنته وبعدين قطعته على حسب عدد الفطاير اللي أنا هعملها. إن شاء الله هنعمل 4. و... وطبعا بعد بقى كل واحدة لوحدها، و29 بنت وولد مع بعض كده. وبعد ما بنخلص بقى زي ما انتم شايفين كده، بنخلص الفطيرة. بلمها بقى زي ما انتم شايفين من تحت لفوق، عشان ما تبقاش مكلكعة ولا حاجة. ببتدي اشدها كده زي ما انتم شايفين. ده طبعا اسهل طريقة لعمل الفطير للي ما عندوش مثلا ايه مكان. عندنا الطبلية عشان احنا بنخبز وكده وكل حاجة، بس هتضطري تجيبي الطبلية وتحطيها على حاجة عالية وتقعدي تشدي وتتني فأنا بالنسبة لي أنا بحب الفطير اللي هو بالطريقة دي أحسن من اللي هو واحدة بس وبتتنى شمال ويمين. طبعا أنا قلبتها، خدتكوا في الكلام وقلبتها، يعني لميتها كده وقلبتها، وغطيتها بستريتش راب أو بأي كيس عندك أو أي حاجة، ونسيبها بقى لحد ما نخلص الكمية كلها. دي كانت تاني واحدة اهي مع بعض. حتى بغمس الواحدة في قلب السمنة وافردها على الرخامة، بيسهل معايا. وبرضو هلمها بنفس الطريقة، هوريها لكم تاني اهي. هبتدي اجيب كده من تحت لفوق كبيرة، بلمها على الصغيرين. دي اسهل طريقة تعملي بيها لوحدك الفطير، ولا تقولي لحد شد معايا ولا حد اعمل معايا ولا الكلام ده. وبعدين بنلمها كده، حاولي تلميها كده من كل الأطراف وبعدين تشيليها. تمام. وتقلبيها. مش عارفة أنا بعيد المقطع تاني ولا ايه، أو بتشيليها وتقلبيها وتعمليها كده وبتسيبيها بقى تغطيها برضو. غطيتها برضو بستريتش. ده الاسترتش اللي أنا كنت مغطية بيه أصلا الفطاير الصغيرة. شلته من عليهم وحطيتهم كده على بعض، يعني غطيت بيهم الفطيرة عشان ترتفع كده، وتيجي بقى تفرديها تملى بها ايه الصاج. يعني لما بتسيبيها لحد ما بتخلصي بتجيبي اول واحدة كده. احنا خلصنا الاربعة، ورحت جبت اول واحدة انا عملتها وابتديت افردها. شايفين بتتفرد ما شاء الله، الله اكبر، زي الحلاوة، اللهم بارك. شايفين في ثانية واحدة اتفردت وملت الصاج. والصاج ده مش صغير، الصاج ده كبير ما شاء الله، اللهم بارك. ألف هنا وشفا للي أكل. في ثانية اتفردت اهي. بحاول بقى اسوي الاطراف. ودي طبعا قشطة، قشطة جاموسي. آه، اشتريتها من هنا من واحدة جنبنا يعني. وابتديت ادهن الوش كده بالقشطة. وطبعا بسيب شوية قشطة، هتشوفوا انا هنعمل بهم ايه، لان ده اللي بيفرق في الطعم يعني.
وخربشها كده زي ما بيقولوا، خربشيها كده عشان ايه تطلع حلوة يعني. وهعمل التانية اهو، دي تاني واحدة. برضو انفردت معايا زي الحلاوة، ما شاء الله اللهم بارك. شوية فطير زي العسل. وبرضو بحط على وشها كده قشطة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان طعمهم خطير الصراحة، وكانت مورقة بطريقة رهيبة. لأن طبعا وحدات ده طبعا شكلها في الفرن اللهم بارك. كانوا واخدين بقى راحتهم بقى ومش عارفة ايه، ودي بعد ما طلعت من الفرن شكلها مشهي جدا وتحفة جدا. وطبعا احنا بعد ما تطلع من الفرن وهي سخنة كده نجيب حبة قشطة من اللي باقيين وندهن بيها الوش كمان مرة، تديها طعم وتديها ريحة وتديها لمعة وكل اللي انت عايزاه. تخلي شوية قشطة كده او تحطيها. اللي كانت قاعدة بتخبز عمتي اللي هي أخت جوزي وكده، هي اللي كانت هي اللي خبزتهم قدام الفرن يعني. سلم ايديها مطلعاهم عسل. اهو شايفين، دي انا بوريكم ان دي قشطه اهي من على الوش، بتدي لها لمعه بقى وتسيح كده على الوش وبتدي لها لمعه وطعم. اللهم بارك، حاجه كده زي العسل. ده طبعا ده طبعا الولاعه وانا طالعه من عند الفرن. جبت الولاعه في حطيتها عشان ما انساهاش تحت يعني. ده طبعا عاملين 4 فطاير، ففي جماعة يعني أمي وبنتي و... واخت جوزي كانوا صايمين، فانا ايه اضطريت يعني عملت 3 اللي هياكل دلوقتي، وسبت واحدة بقى إيه سبت لهم واحدة كده نبقى نسخنها لهم ساعة الفطار يعني. لان في الوقت ده احنا كنا حوالي الساعة 3. شايفين مورق ازاي؟ حاجة كده بصوا، ورقة 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 ورقة، وحاجة كده تحفة اللهم بارك. والطريقة بتاعت الفرد بتاعته بتبقى سهلة. واشوفكم في فيديو جديد على خير.